يعني أنا نذكر فيصل مطاوي من بداية التعددية. فيصل مطاوي نعرفه هنا من بداية التعددية، على الأقل من 91 92 تقريبا هكذاك نشوفه في لقاءات مع الأحزاب في الندوات، وإنسان ناشط ويكتب. نفس الشيء حتى واسمه اللي معاه وراح من راسي، فكروني فيه يعني ظل نهضر عليه وراح. نفس الشيء كنا بكرين نقولوا له كعوله بوظفيره، كان يدير شعره يدير قرضون تاع اسمه يا ربي، فكروني فيه يا ولدي، اللي معاه مع كمال السعيد. اذا فيصل مطاوي او الثاني اللي معاه الله بلادي ما غير تفكرتوها بلازري ما غير تفكرت يا ودي، فكروني هذاك اللي كان يدير الضفيره من بعد نحاها دركا وغيرها. اوكي كي تفكرون نقول لكم. المهم راني ننتقد، مانيش نسب والله، ماني نسب يا كمالي، الا كانت تسمع فيا ودز معاهم الا ما عجبكش الحال. بصح ما نقدروش نبنوا دوله، ما نقدروش نبنوا دوله بوزير جاهل مستواه قرايه الليل يحكم في الاقتصاد الوطني، وما نقدروش نبنوا دوله باعلام واحد ما يسمع به. عمرنا ما نعرفوا هذا كما سيدي السعيد في قطاع الاعلام، عمرنا يعني ممكن الجيل تاع 2010 2011 سمعوا به يكتب في ليكسبريسيون ولا عند فتاني، ولا يكتب ولا عند ربراب، كان شاد مسؤول اعلام في مجمع ربراب سيفيتال، شاد الزيت يبيع الزيت والصابون والسكر والقهوه والصوالح هذو، يصبح هو الحاكم الفعلي في قطاع الاعلام اللي هو ركيزه من ركائز دوله، اللي هو السلطه من أهم السلط في الدولة، وخاصة في العصر الحديث. تكنولوجيا الإعلام والاتصال يحكم فيها واحد اللي ما عنده حتى علاقة لا من قريب ولا من بعيد، يعني ريحة يتحكم في صحفيين، ربوبة تاع الصحافة، يتحكم فيهم ويعطيهم الأوامر ويدخلهم الحبس، واللي ما يعجبوش يدخلوا الحبس.